كريم حسن شحاتة يعلن عن رحيل نجم النادي الأهلي واستغناء الأهلي عنه، ويعلن أيضا عن اسم المدير الفني القادم للمنتخب الوطني. أعلن كريم حسن شحاتة عبر القناة الأولى إن النادي الأهلي قرر الاستغناء بشكل نهائي عن وليد أزارو والاعتماد على صلاح محسن في الهجوم لحين التعاقد مع رأس حربة صريح وهداف. نشوف كده كريم قال إيه. ويعني سامعين كده ان وليد أزارو خلاص في طريقه الى الرحيل او البيع في نادي هيشتريه من النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وهيبدا النادي الاهلي يعتمد على صلاح محسن في خط الهجوم خلال الفتره القادمه. وصلاح بصراحه يعني من اللعيبه الصغيرين المميزين جدا، وكان جه النادي الاهلي بصفقه كبيره كلفت النادي الاهلي حوالي 40 مليون جنيه السنه اللي فاتت، مش السنه اللي فاتت دي اللي قبليها. ويعني نقدر نقول ان لازم بقى نشوف المهاجمين، يعني مش عايز اقول نبعد عن المهاجمين الاجانب، بس لازم ندي فرصه للمهاجمين المصريين. صلاح محسن لعيب كويس جدا في الاهلي، مصطفى محمد لعيب كويس جدا في نادي الزمالك، الاثنين دول لعيبه منتخب اولمبي. وفي نفس الوقت انا بقول من وجهه نظري خلال الفتره القادمه المدير الفني اللي هيمسك منتخب مصر الاول خلال الفتره القادمه اكيد هيبص بقى ان هو يعمل فرقه قويه ويجيب عناصر مميزه. ان احنا كان دايما السنتين ثلاثه اللي فاتوا عندنا مشكله في خط هجوم منتخب مصر، كان قله اللعيبه. فانا سعيد ان مصطفى محمد دلوقتي بقى في الزمالك، وصلاح محسن هيلعب او بيلعب في النادي الاهلي، فدول عنصرين يقدر منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الاول يعتمد عليهم خلال الفتره القادمه ان شاء الله. خلي بالكم المنتخب الاولمبي عنده تصفيات اولمبياد، التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. وعن اعلان اسم المدير الفني القادم لمنتخب مصر قال كريم شحاتة الاتي: حدد يوم الاربعاء اللي جاي موعد لاجتماعهم ان شاء الله، في اجتماع يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله. وبرضه سامع ان في كلام ان في اجتماع يوم الثلاث كمان، او قعده او جلسه عشان يحددوا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. والاستاذ عمرو الجناني قال برضه ان هيتم وضع جدول الدوري بشكل كامل، يعني الدوري هيتحط، الجدول هيتحط من اوله، مواعيد الجدول الدوري هيتحط من اوله لاخره، مش هيبقى فيه تعديلات خالص كده جدا. اتحاد الكرة برضه بيقول ان هو بيفاضل ما بين بعض المدربين، يعني في اسماء مطروحه طبعا داخل اتحاد الكرة، ويعني الكلام اللي بيتقال طبعا من داخل اتحاد الكرة ان الكابتن حسن شحاتة اقرب لتدريب المنتخب. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل وهيختاروا مين، وفي معايير محطوطه محدده من خلالها اعضاء اللجنه الفنيه، او مش لجنه فنيه بقى، اللجنه الخماسيه او اتحاد الكرة هو اللي هيختاروا ويشوف المعايير اللي احنا مطلوبه لتدريب منتخب مصر خلال الفتره القادمه. وان شاء الله يوم الثلاث او الاربع هيتم الاعلان عن الجهاز الفني الجديد. الاستاذ عمرو الجناني كمان اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان عمرو الجناني مسك اتحاد الكوره. سمعنا كريم حسن شحاتة قال ان وليد أزارو خلاص هيمشي من النادي الاهلي باحتمال 100%، وكابتن حسن شحاتة هيبقى المدير الفني القادم لمنتخب مصر برضو بنسبة 99%. نتمنى كل الخير للنادي الاهلي، نتمنى كل الخير لمنتخبنا القومي تحت اي قيادة، سواء حسن شحاتة او اي مدرب اخر. وان شاء الله يعني الرياضة تتقدم للامام الفترة القادمة، وان شاء الله نحصل على كاس ونروح كاس العالم، ونرجع العهد القديم والكرة الجميلة بتاعت الجيل اللي فات، جيل الثلاث بطولات ورا بعض. وان شاء الله النادي الاهلي يبقى يتقدم ويحصل على النجمة التاسعة ويحصل على الدوري ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل اخبار النادي الاهلي ومنتخب مصر ونادي الزمالك كمان.